مخدرات السعادة وعلاقتهم بالشيطان المارد. واش فراسك هاد السنوات الأخيرة أعداء الله دخلوا لنا المخدرات عجيبة كيسميوها الناس مخدرات السعادة، مثلا MDMA، إكستازي إلى آخره. وهاد المخدرات للأسف كتدمر الإنسان حياته وكتحولو من الرجولة والذكاء إلى الشذوذ والغباء وكتسبب ليه وساوس قهرية. خاصك تفهم خويا أن هاد المادة فاش كتنزل للجسم فإنها كتشتت الجهاز العصبي وكتخليك تحس بالسعادة والحب بدرجة كبيرة بزاف. هاد المادة المخدرة استعملوها الألمان في الحرب العالمية باش الجنود كانوا عينيهم كيتحلوا والتركيز كيتزاد، هكاك كانوا كيقتلوا بكل وحشية. ولكن في هاد الوقت ولاو كيستعملوها الناس للسهرات باش يبقاو يشطحوا الليل كامل بدون نوم أو تعب. ولكن هاد المادة كتعشقها الشياطين وكتجذبهم ليك من كل مكان، ونهار ما كتاكلهاش كتعذب الأيام. وأغلبية الرجال اللي مدمنين عليها مشات ليهم الرجوله وتحولوا لشهوات جنسيين واثر ليهم داكشي على العقل ديالو، لان هاد المادات الاكستا كدير القلول العصبي وكدير الشذوذ وكتشادى كل نهار من طرف الشياطين، خصوصا اللي قطعتيها. تما كيبداو الاعراض الانسحابيه اللي كتعتبر جهنم لذاك المدمن اللي قطع هاد الماده. وللاسف واخا تقطعها غيخصك طبيب الامراض النفسيه والعصبيه باش تشافى من هاد الادمان والاعراض اللي كيسبب لك. على حسب ما شفت بعيني كاع الناس اللي ولاو مدمنين على هاد الماده صابوا بالوسواس القهري وخرجوا من هاد العالم. خاصك تفهم اخي ان هاد الماده انتشرت باش تبدل الفطره السليمه للانسان، وكاين اللي نجحات هاد الماده انه يتبنت في التصرفات ديالو ويدير كاع الحركات الانثويه واللي بحال العيافه. خاصك تعرف بان اعداء الله هما اللي دايرين لنا هادشي. علاش؟ باغيين ينجحوا هما بوحدهم، هما باغيين يطلعوا علماء اللي اخترعوا الصواريخ واخترعوا الاسلحه، وحنا عطينا البليه باش نتكلخوا نبقاو تابعين المسلسلات والاوهام. هذه خطة خبيثة تبندوا عليها في فيديوهات قديمة. السلام عليكم.